أخي الحبيب، أما اشتقت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى؟ أما اشتقت في هذا الشهر العظيم إلى جنة ودار أخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه فقال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، هذا هو شهر رمضان الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مبشرا أصحابه بقدوم هذا الشهر المبارك، فقال: أيها الناس، لقد أظلكم شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ونحن في هذا الشهر الفضيل، الشهر الذي فيه تفتح أبواب الجنان، هذا الشهر الذي تكون لياليه ليالي مغفرة وليالي عتق من النيران، هذا الشهر الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا الشهر الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وإذا علمنا أن ليالي رمضان خير من نهاره، فلا بد أن تكون هذه الليالي هي ليالي لله سبحانه وتعالى، هي ليالي يصطفينا الله سبحانه وتعالى لكي نكون من عتقائه ونقبل على الله سبحانه وتعالى بقلوب منيبة، بقلوب تائبة، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يريد أن يتوب علينا، فقال: والله يريد أن يتوب عليكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إخواني الكرام، في يوم من الأيام قال رجل لسيدنا موسى: يا موسى، وسيدنا موسى هو كليم الله سبحانه وتعالى، قل لله عبدك فلانا أذنب ذنبا فليغفر لي. فلما تكلم سيدنا موسى مع الله سبحانه وتعالى وقال له: يا رب، إن عبدك فلان يقول إني أذنبت ذنبا فليغفر لي، فقال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: يا موسى، بلغ عبدي أني قد غفرت له ولكني أعاتبه. لما قال لك ولم يقل لي؟ أنا لا أريد لعبادي أن يكونوا أذلاء حتى عندكم. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولنعلم علم اليقين أن غروب الشمس ما هو إلا لإكمال مسيرتك في تقوى الله سبحانه وتعالى الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا في رمضان، وليس غروب الشمس وإفطارك في رمضان يبيح لك شهواتك ونزواتك وغرائزك وكل ما تشتهي نفسك. فلنتق الله في هذا الشهر الفضيل ولنعود إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه، وأن يرزقنا حبه.